ازاي كنت اهلاوي وبقيت بتشجع بيراميدز؟ ده السؤال اللي حير الناس كلها، وكل الناس داخله على صفحتي تسال نفس السؤال، لدرجه ان في ناس دخلت على الخاص تكلمني وتسال نفس السؤال. طيب بالراحه خالص كده، الكوره ما هياش دين وما هياش وطن. مفيش داعي اننا ندي الكوره اكبر من حجمها ونقول الانتماء والمبادئ وازاي تغير مبادئك وازاي تبيع نفسك والكلام الكبير ده كله. الكوره دي حاجه للترفيه، زيها زي الاغاني زي المسلسلات زي اي حاجه، حاجه احنا بنعملها عشان نطلع بدماغنا بره مشاكل الشغل ومشاكل الحياة عموما. فمفيش داعي نديها اكبر من حجمها ونقول الانتماء وبعت نفسك وغيرت مبادئك والكلام ده كله. انا كنت نشأت في اسرة اهلاوية، ابويا الله يرحمه كان اهلاوي متعصب، فكنت اهلاوي. بعدها لما كبرت وبقيت افكر واقتنع بالحاجة اللي انا بعملها، لقيت ان انا مش مقتنع بتشجيع النادي الاهلي، فبطلت اشجع النادي الاهلي وشجعت النادي اللي انا دلوقتي مقتنع بتشجيعه. دي الحاجة الاولى. طيب الحاجة التانية بقى، نفس الناس اللي بيتكلموا عن المبادئ أنا سمعتهم بنفسي بوداني دي وهم بيشتموا محمد الشيبي، هم نفسهم سمعتهم برضه بوداني دي وهم بيقولوا يا ريت الشيبي يجي الأهلي ويلعب معانا في كأس العالم. نفس الناس دي برضه سمعتها وهي بتشتم إمام عاشور، وبرضه نفس الناس سمعتها وهي بتمجد وفرحانة بإمام عاشور. نفس اللسان اللي اتكلم ونفس الودان اللي سمعت. بس برضه الناس بتنسى وبرضه ما بيقولوش المبادئ والأخلاق وبعت نفسك وكده. انا بتكلم عن الجماهير مش بتكلم عن المسؤولين، عشان ما حدش يدخلني في جزئيه المسؤولين ومبادئ النادي الاهلي والكلام ده. لا، انا بتكلم عن الجماهير اللي بتتكلم معايا، هم نفس الناس، نفس اللسان اللي اتكلم ونفس الودان اللي سمعت.